إيه الأخبار؟ خلينا ندخل في الخطوات على طول. أول خطوة بنعملها زي ما احنا متعودين في الشغل الضغط في كل فيديوهاتنا القديمة، إن احنا بنبل الجلد وبنجيب الرسمة بتاعتي أو التصميم بتاعي، وبيكون معكوس. يعني أنا لازم مثلا لو هو اسم هكتب اسم يعني، فأنا بعكسه على الموبايل، بعمل له فليب اللي هو بيبقى مقلوب، وبعد كده بطبعه على ورقة او بكلكه على كلك وبروح حاطاه على الجلد، وببدأ ان انا امشي على الورقة من فوق بقلم رصاص، بقلم يكون سنه قلم جاف بس هو فاضي بالسن بتاعه، يعني يكون سنه ناعم، وبمشي عليه بالراحة فينزل معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الخطوة اللي بعد كده اللي احنا بنشتغلها في الفيديو دلوقتي زي ما انتم شايفين، ان احنا بنستخدم السويفل نايف. السويفل نايف بتكون مهمته هي ان احنا بنأكد بيه على كل الخطوط اللي انا نزلت بيها على الجلد. طيب ده بنعمل ده ليه؟ بنعمل ده علشان لما انا اجي بعد كده استخدم كل اداة من ادوات الضغط بتاعتي، لازم يكون في خط واضح وصريح مضغوط على الجلد بعمق مناسب، بحيث ان السنبك بتاعي ما يجريش مني على الجلد، اكون شايفة الخطوط واضحة جدا، لان الجلدة لما هتنشف بعد ما انزل عليها الرسم بالقلم هيبدأ التفاصيل بتاعتها هتختفي شوية بشوية، مش هتكون بالقوة الكافية اللي أنا أقدر أشتغل بيها. زي ما احنا شايفين في الفيديو كده ان انا ببدأ اركز على كل تفاصيلي الصغيرة، ملمس الوردة، ملمس الورقة من جوه، كل حاجة حرفيا، عشان مش بعد ما ارجع اشتغل بعد في الضغط بتاعي نفسه اتفاجئ او اكتشف ان انا في تفاصيل صغيره سبتها واضطر بعد كده ارجع لها تاني. احنا بنحب او الافضل يكون ان انا ماشيه في القطعه بتاعتي جزء جزء اخلص منه، بحيث ان هي في الاخر تطلع نظيفه وشكلها مرتب وشكلها حلو. دي اول ستيب احنا هنخلصها مع بعض، خلينا نخلصها سوا، نرجع نكمل بقيه الخطوات مع بعض ونشرحها لكم بالتفصيل. عادي جدا لو اثناء ما انا شغاله الاقي الجلده بتاعتي نشفت، انا جنبي كده كده اوريدي طبق فيه ميه ومعايا سفنجه، هاخد بيها شويه ميه صغيرين وابل الجلده زي ما انتم شايفين كده، وابدا اسيبها ان هي تشرب الميه براحتها خالص، عشان ابدا بعد كده اشتغل عليها بادوات الضغط نفسها. A few moments later. هنيجي هنا نلاقي ان الجلدة بدأ لونها كمان يفتح عن الاول، هحط كده ايدي عليها جسها الاقيها بقت تمام جاهزة للشغل. زي ما احنا وضحنا قبل كده في الفيديوهات السابقة، هنقول من تاني، انا بجيب السنبك بتاعي، بخلي دايما السنبك بتاع الضغط عادة بيكون شبه او عامل زي ما يكون مشطوف مايل، فانا بخلي السن بتاعي العالي اللي هو الحد، السن الحاد جدا الشورت، هو ده اللي انا بحطه ناحية الخط اللي انا ضغطته بالسويفل نايف، كأني كده فعليا عاملة زي حفرة وبسند عليها أو بسند فيها بالراحة جدا. هثبت الصنبك بتاعي معايا الشاكوش، مهم جدا 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 أكون شغالة على رخامة، مش هينفع أشتغل على الكاتنج بورد ولا ينفع أشتغل على خشب، لازم الرخامة عشان الرخامة ناشفة والجلد بتاعي يعرف إن هو ينزل بسخاوته عليها فيعمل التأثير الضغط. زي ما احنا شايفين في الفيديو كده بدي كل حاجة وقتها بهدوء بالراحة، وما ينفعش ان انا ابقى ماسكة السنبك وعمالة ارفع وانزل اشيل واحط ايدي بالجلد، لا انا ايدي ثابتة بالسنبك، والشاكوش هو اللي بيتحرك فوق وتحت، والسنبك في ايدي زيه زي القلم بمشي بيه على الخطوط بالراحة جدا. الموضوع عايز تدريب، عايز محاولات كتير، ما تزهقوش، خدوا وقتكم، اعملوا تجارب كتير، ممكن جدا نبدأ بخطوط مستقيمة، خطوط طيعة، خطوط لينة، لحد ما الاقي ايدي حفظت مسكة السنبك نفسها، واشتغل بعد كده في الاشكال المعقدة بتاعتي براحتي جدا. مسكة السنبك بتكون ازاي؟ ببقى زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، بسند طرف السنبك من تحت بصباعي الصغير، وبضغط عليه من فوق بثلاث صوابع، الابهام والاوسط والسبابة، والشاكوش تكون ايدي زاوية 90، وابدأ اشتغل بكل هدوء وكل راحة. خلونا نكمل بقية الخطوات وارجع اكمل لكم شرح بقية الخطوات اللي جاية.
خلاص القطعة بتاعتي تعتبر بنسبة 99% خلصانة من الضغط. الشكل اللي فيها بقى بارز، بقى واضح، حتى التفاصيل الصغيرة بتاعت الوردة والورقة والملمس بتاعها بأكد عليه بالضغط عادي جدا. ده شكلها بعد ما خلصت. وممكن نقدر نضيف بقى شوية ملامس زي اللي موجودة في الخلفية، التنقيط، لو عندي أي سنبك أنا بحب شكله ممكن أعمل بيه خلفية لذيذة جدا، ومفيش أي مشكلة، الجلد معايا بيقبل أي حاجة. الخطوة اللي بعد كده اللي هنشتغل فيها هي التلوين. التلوين هو أكتر حاجة بتخدم الضغط. ممكن جدا بالتلوين بتاعي أوضح الرسمة وأخليها أحلى، وممكن أقتلها وأموتها ومخليهاش واضحة وأطمس كل ملامحها. أنسب وأحلى حاجة أستخدمها في تقنيات التلوين مع الضغط، لأن التلوين ليه تقنيات كتير جدا زي ما احنا برضو قلناها قبل كده في فيديو من الفيديوهات عندنا على القناة، هي التلوين المائي أو الألوان المائية. مش الألوان المائية بتاعة الورق، لأ، أنا أقصد الصبغات المائية. بلاش نستخدم أكريليك، بلاش نستخدم صبغة مدابغ، علشان برضو هتكون تقيلة قوي. ممكن أستخدم صبغة المدابغ وادمجها مع الصبغات المائية عادي جدا، لأن معايا الاتنين وسطهم مائي، لكن ما ينفعش أدخلها مع الكحولي. طيب أنا بس بستخدم الألوان بتاعتي إزاي؟ أول حاجة لازم الجلدة برضو زي ما احنا متعودين في الضغط بشبعها مية، لازم في الألوان برضو أشبعها مية، علشان لازم الجلدة بتاعتي تبقى شاربة مية كويس قوي، خصوصا في الرسومات اللي فيها تدريجات لون كتير، اللي هي التدريجات المصحوبة بنعومة، مش التدريجات الواضحة أو الألوان اللي معمولة مساحات مغلقة على اللون. لا، لازم لو هي الرسمة بتاعتي فيها تدريجات لون ناعمة اشبع العنصر بتاعي ميه كويس قوي، وبعد كده ابدا اخد اللون بتاعي شويه بشويه، واللون يكون مخفف، ما يكونش مركز من الازازه على طول، اخففه بنسبه ميه بسيطه. لعبه اللون كلها ملهاش قاعده واضحه، لعبه اللون كلها قايمه على ان انا اقرا الرسمه بتاعتي واقرا الالوان اللي انا هستخدمها، امتى احط الغامق وامتى احط الفاتح. لازم اكون فاهمه يعني ايه ظل ونور. يعني حاجه زي الورده اللي قدامنا دي منطقي جدا ان هي هيكون لسعة الضوء بتاعتها على اطراف الوردة، والجزء اللي غامق هيكون في قلبها او في بطن الوردة. فبالتالي زي ما احنا شايفين هبدأ اجي في الجزء الغامق او اللي هو الضلمة اللي فيها او الظل اللي فيها هحط لون بني، وبرده في الحتة اللي هي تحت ثنايات الورقة بتاعتها تكون برضو غامقة. لكن في الأجزاء اللي واضحة قوي للشمس أو اللي واضحة قوي للإضاءة ممكن أسيبها على لونها، ممكن أو أستخدم فيها لون أصفر أو أي لون فاتح. فالفكرة كلها إن أنا أكون حاسة باللون واشتغل براحتي واشتغل بالراحة من غير ما استعجل، واعمل حسابي لحاجة مهمة جدا، إن ألوان الجلد غير ألوان الورق. الجلد بيشرب المية ببطء شوية، فأنا لازم ما اعتمدش على لون الصبغة اللي أنا حطيتها على الجلد في الأول، إن هي في الأول تبقى غامقة. بعد كده لما اديها شوية وقت الجلد هيشرب اللون، فهتبان إن هي أفتح بكتير. فانا ممكن بعد ما اللون ينشف احس ان هو محتاج طبقة تانية، عادي براحتي، الجلد بيستقبل طبقات طالما اللون خفيف. لكن ما ينفعش احط له طبقات لون سميك وليه لزوجة عالية، لان هي هتقفل معاه المسام ومش هيرضى يستقبل طبقات لون جديدة، بل بالعكس هتبقى بالنسبة له زي الكتلة ومع الوقت هتقشر. فاللون من الحاجات اللي انا لازم اكون قبل ما استخدمه فاهمة يعني ايه ظل ونور، اكون فاهمة السماكة بتاعت كل نوع، اكون عارفة ازاي اصبر على اللون لغاية ما يتشرب واحس بيه، اتخيل كده في دماغي الاول. ومهم جدا برضو ان انا قبل ما ابدا في الرسمه بتاعتي لو انا مش معايا صوره اصليه ليها او ريفرنس، ان انا اكون عامله ليها خطه لون في دماغي على الاقل. يعني اكون محدده لكل عنصر في الرسمه بتاعتي لون معين، او على الاقل باليتة الوان اللوحه كامله، بحيث ان انا وانا شغاله ما اقعدش اتفاجئ وافكر واجرب على الجلد الالوان. لا، مش هينفع، لان هو زي ما قلت لكم مش زي الورق بالظبط. انا على الورق ممكن لو انا برسم مثلا باكريليك او بالوان زيت احط طبقات فوق بعض وطبقات فوق بعض، لكن هنا هيكون صعب لان هو طبيعي فليه مسام، لازم احترم الحتة دي. بس كده خلينا نكمل الخطوة دي سوا مع بعض بهدوء، واكمل لكم شرح باقي الخطوات بتاعتنا بعد ما نخلص الخطوات دي على طول.
2 hours later. وهنا ده شكلها بعد ما خلص التلوين، وعملنا كمان صبغة للخلفية بتاعتها. بعد كده بتيجي المرحلة بتاعة الفينش، بحط لها فينش عسل بعد ما اتأكد ان اللون نشف واتشبعت بيه بالكامل. وخلي بالي ان انا محطش اكتر من طبقتين من فينش العسل، وما بين كل واحدة فيهم والتانية لازم اديها فرصة انها تنشف وتتشرب كويس قوي. ومش ضروري احط طبقتين، يعني انا بحط ده اقصى حاجة احطها على حسب ما انا احس ان هي محتاجة. بعد كده تيجي الخطوة اللي هي قبل الأخيرة في أي منتج، وزي ما احنا شايفين في الفيديو برضو معانا، خطوة ان انا اجمع كل القطع ببعض، الجيوب الداخلية مع بعض، وبعد كده اروح مثبتاهم في القطعة بتاعة المحفظة الأساسية اللي هي الكبيرة اللي عليها الرسمة بتاعتي. اول حاجه بعملها زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، ان انا بجيب الكله، باخد كميه بسيطه قوي منها، ابدا احط كله على كل اطراف القطع بتاعتي في الاماكن اللي هي تتثبت فيها، واستنى لما تنشف شويه، مش تنشف، استنى لما هي تبدا زي ما بنقول تجلد. اعرف منين انها جلدت وجاهزه ان انا الزقها ببعض؟ لما الاقي ان هي بقت اللمعه بتاعتها هديت شويه والجلد شربها شويه بسيطه، ولكن ما قبل النشفان بحاجه بسيطه. بعد كده هبدأ ان انا احط الجيوب فوق بعض واخرم واخيط. طبعا كل باترون بيختلف عن الباترون التاني، وكل باترون او كل قطعة جلد او كل منتج جلد بيبقى التعامل معاه في التقفيل مختلف. بمعنى ان انا مش كل خطوات التقفيل بتاعتي ثابتة في اي منتج، لا. يعني انا مثلا المحفظة دي بحتاج ان انا اقعد احط كل جيب فوق التاني واخيط، كل جيب فوق التاني واخيط، خطوة خطوة او جيب جيب. في محافظ تانية او كراتات او حتى شنط انا بجمع كله مع بعض. فمهم قوي برضو ان انا ابقى فاهمه كويس جدا الباترون بتاعي اللي انا محضراه وبشتغل بيه، وعارفه ازاي بقفل كل واحده فيهم مع التانية. وكده كده ده بيجي بالتجربه وبالوقت، فما تقلقوش خالص، ادوا لنفسكم الوقت واصبروا على نفسكم شويه. خلونا نكمل بقية الخطوة دي مع بعض كده ونشوف طريقة التقفيل والتجميع. طبعا الخياطة بتاعة المحفظة أنا في الفيديو ده مستخدمة الخياطة العادية جدا بتاعتنا اللي هي 1:1، البسيطة قوي قوي قوي. وهتلاقوا اللينك بتاع الفيديو اللي بيشرح الخياطة دي موجود برضو في الديسكريبشن، وهتلاقوه موجود في التشانل بتاعتنا في القائمة بتاعة الخياطة أو المبتدئين، موجود فيها فيديو بيشرح بالتفصيل طريقة الخياطة دي، سهلة جدا وشكلها كمان بيبقى حلو. هي نفس طريقة خياطة المكنة ولكن بنعملها بإيدينا. طيب خلينا نكمل الخطوة بتاعة التقفيل أو التجميع القطع مع بعض دي، وأرجع أشرح لكم بعد كده آخر خطوة سوا.
احنا خلصنا تجميع المحفظة بتاعتنا كلها بالجيوب، باللسان اللي هيقفل، بالكبسونة بتاعتنا، بكل حاجة. تيجي بعد كده مرحلة فينش الحرف، ودي أكتر خطوة بتوضح وبتبرز قد ايه المحفظة دي أو المنتج ده متعوب عليه، وان هو فعلا بروفيشنال. لان طبعا مش هيكون حلو خالص ان انا بذلت مجهود كبير قوي وجبار في قطعة عندي وفي الاخر يطلع الفينش بتاعها مش حلو. طيب انا بفنش الحرف ازاي؟ لازم 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 ان انا اطول بالي جدا في الصنفرة بتاعة الجلد بتاعتي، لان طبعا اكيد هلاقي فيه بواقي كلها طلعت، هلاقي فيه رايش للجلد، هلاقي فيه حاجات كتير شكلها مش هيكون حلو. فالاهم من صبغة الحرف هو الصنفرة بتاعة الحرف. اصنفرها كويس قوي بصنفره خشنه، وبعد كده صنفره ناعمه، وبعد كده اجيب التكنول بتاعي. هاخد كميه مناسبه. يعني ايه مناسبه؟ يعني مش كتير ومش قليل، الكميه اللي احس ان هي مكفيه حرف الجلد بتاعي. احط التكنول وافرده، اسيبه برضو يتشرب حاجه بسيطه قوي، واجيب عندي خشبه التنعيم وابدا ان انا امشي عليها رايح جاي، ويفضل يكون في اتجاه واحد علشان اموت اتجاه الباور بتاعي. الخطوة اللي بعد كده ممكن ان انا اعيد تاني صنفرة ناعمة لو حاسة ان هي لسه محتاجة واديها تاني تكنول، وممكن اعمل الصبغة على طول على الحرف زي ما احنا شايفين. ودي بتكون النتيجة النهائية، الحرف بتاعي نظيف، بيلمع، ناعم، ما فيهوش اي رايش، ما فيهوش اي وبر. طبعا يفضل ان انا اصبغ الحرف بتاع المحفظة بأقرب لون، او يفضل لو نفس اللون بتاع المحفظة نفسها من اشيك واحلى كتير. وبس كده تكون المحفظة بتاعتنا خلصت وجاهزة، وشكلها زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم. ولو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، يا ريت تكتبوها لنا في الكومنت تحت، او تبعتوها لنا على الواتساب او على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتنا، هنرد عليكم في اي وقت. وبس كده، ومستنيين برضو ارائكم. ولو عندكم اي حاجة حابين تعرفوها اكتر مش واضحة في الفيديو برضو قولولي.